السلام عليكم. ينشغل الكثير من نجوم الفن في هذه الأيام بتصوير المسلسلات الدرامية التي يستعدون من خلالها لطرحها في شهر رمضان المبارك، وهذا الموسم يشهد منافسة قوية بين الفنانين في الأعمال الدرامية، ويتعاون الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي على تقديم بطولة مسلسل العتاولة في شهر رمضان المبارك. واليوم بهذا الفيديو راح أعرفكم على تفاصيل مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي. بس قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة. مسلسل العتاولة هو بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي، وهذا تعاون جديد بينهم بعد نجاح فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي عرض سنة 1999. ويشارك في مسلسل العتاولة عدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم الفنانة زينة والفنان باسم سمرة والفنانة مي كساب والفنانة نهى عابدين والفنانة هدى الأتربي والفنان محمود التاجي والفنان أحمد كشك والفنانة مريم محمود الجندي. وتدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار اجتماعي شعبي، حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية في إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها. وتتمحور الأحداث بين صراعات مختلفة بين الفنان أحمد السقا وشقيقه طارق لطفي، ويواجهان في حياتهما الكثير من المشاكل المادية، ثم يتجه الفنان أحمد السقا للعيش بمفرده وترك العائلة للعيش بمفرده من أجل تحسين وضعه المعيشي، ولكن أخاه لا يتوقف عن مضايقته وإيقاعه في المشاكل إلى أن يتم سجنه بسبب تهمة كبيرة لفقها له أخاه. وصراعات أخرى بين الفنانة زينة والفنانة مي كساب، والعديد من الصراعات بين شخصيات العمل ضمن أحداث مسلسل العتاولة. ويجسد الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي دور شقيقين خارجين عن القانون. وأشار الفنان طارق لطفي عبر تصريحات له في برنامج إيتي بالعربي أن العمل سيكون مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الاجتماعي. وقال أيضا: أنا سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية من سنوات، ولكن الظروف والعمل هي التي أبعدتهم. ومسلسل العتاولة متكون من 30 حلقة، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى ومن إنتاج المنتج صادق الصباح. ومسلسل العتاولة سيعرض على شاشة قناة MBC مصر. وبس هاي كل المعلومات اللي أعرفها حول مسلسل العتاولة. إذا عجبكم الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بالقناة.